بابل اجاني قلت له خلينا نسجل اخر وداع. قال لي لا مو هاي صعبه، خلينا نسجل مره ومره بروفا الاخر وداع. مره ومره بروفا كانت لاخر وداع، فالناس من تحكي مره ومره قلت لهم هاي وشنو يعني لحنتها بفندق الديوانيه حافظ القاضي. المهم هذه وراها كم يوم انا هم قاعد نفس القعده يم ابو جواد، وقاعد جاي من الكليه لابس زي موحد بس ضام وشاكيت حتى لا يبين طالب، لان كان ممنوع الدمج بين الوظيفه والتلمذه ذاك الوقت. اجى قاعد يمي السلام عليكم، شاب مرتب الله يرحمه، كان يقول لي انت شاعر؟ قلت له لا. نفس حكايه الطاهر مطرب؟ قلت له لا. قال لي حكايه موحده شاشيني. قلت له انا ملحن. قال ها شو اسمك؟ قلت له جعفر الخفاف. قال اني مطرب انجازيت قبل فتره واسمي رياض احمد. رياض مسحته وسماره، مو مال اسم رياض، احنا بالعراق عندنا الرياض اللي نسميه يعني يعني مو مال الاسمر الاملح، مو هذا. قلت له اسمك صحيح رياض؟ قال لي لا انا اسمي عبد الرضا مزهر نجم. قلت له شلون صار رياض؟ انا من النوع اللي الح بالشغله. قال لي انا من اختبروني، اللي اختبروه كان رئيس لجنه الاختبار الله يرحمه احمد الخليل والوياه، فاجازوه مطرب كلش جيد. اوكي انجاز. شو اسمه؟ قال لهم عبد الرضا. عبد الرضا عبد الرضا عبد الرضا مو حلو بدله. فواحد قال لهم، واحد منهم قال له رياض. قال له رياض مزهر رياض مزهر لا مو حلو. فايش قالوا له لاحمد الخليل؟ خي يسميه على اسمك احمد رياض احمد على اسم احمد الخليل. فقلت له إيه هذا رياض احمد حلو الاسم. صرنا اصدقاء. قلت له وين انت؟ قال لي يعني فندق الديوانيه يم سينما بغداد بالعلاوي. كان ماخذ غرفه كنت اجي بيها، وكان يمه طريق الشعب يخليها على الميز لليوم اتذكرها، واني بالقسم الداخلي قسم رقم 14 في الاكاديميه بالوزيريه. ورا كم يوم اجيت اختاريت نص عاطفي، النص عجبني في التطلع كلش ايجابي، عيونك سالفه وفرحه ومواويل، وعلى جناح الهوى رموشك مراسيل، عرفنا الشوق واحنا قلوبنا صغار، ومانينا خضر بعيوننا كبار، كبرنا وكبرت ويانا شمس تتعلى دنيانا، بيها فد امل كلش كبير. خذتها مكيف بيها هاني. فقعدت كان يجي رياض قال لي ها؟ قلت له هذا اليوم اخذت الناس قرار مهدي عبود سوداني. قال لي هذا صديقي. قلت له تعرفه؟ قال لي اي بصراوي. فلحنتها لرياض. كنت اجي من الاكاديميه والعود عنده الله يرحمه بفندق الديواني ونقعد نتمرن كذا الى ان حفظها. فرحت لازم يجاز اللحن، اسمعهم اللحن للجنه. سمعتهم اياه كان قالوا لي خضر الياس الله يرحمه عيني هذا اللحن مجاز عاش ايدك كنت حلو ملحنه. قلت له والمطرب حافظ؟ قال لي لا 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 مو بكيفك. شنو مطرب حافظ؟ من المطرب؟ قلت له المطرب اسمه رياض احمد. قال لي لا لا مو بكيفك، احنا اللي نختار. شنو نختار؟ قلت له زين شلون؟ انا اول لحن بحياتي واول مره وعمري 18 سنه، شو اقدر اسوي؟ خلوه اي واحد منكم من مكاني. سكتت. قلت له من المطرب؟ قال لي اليوم الساعه 5 بكازينو ام كلثوم قبال الاذاعه اذا تتذكروها ام البليارد، راح يجي مطرب وهو يتعرف عليك وياخذك تسجل له الاغنيه. فقاعد انا شو وقت يجي المطرب؟ استحيت حتى خفت، مو استحيت خفت اقول له من هو المطرب. فقاعد انا كان يطب الله هم الله يرحمه يتلمس بالكراسي جعفر جعفر من جعفر جعفر مكفوف. انا راسا شطبت على اسمي، لانه كان قرار بالتلفزيون العراقي ممنوع يطلع مطرب مكفوف. الله بالخير امير. زين ممنوع يطلع مطرب مكفوف، كان ممنوعه. زين هذا شنو؟ قلت له هاني جعفر. قال لي هلا حبيبي استاذ جعفر. قال له انه استاذ خضر انت ملحن جيد وكذا ورائع. انا اخوك سعد البياتي. فاول اغنيه الله يرحمه الف رحمه على روحه الطيبه، اول اغنيه سجلها سعد البياتي رسميا بالاذاعه، اول اغنيه سجلتها انا رسميا بالاذاعه عتب دافي. دا ادور عليها صار 38 12 سنه ادور عليها. زين المهم فرحت الرياض يعني احكي له. قال لي ها؟ قلت له هيك قلت لهم، وقالوا لي ما يصير وكذا، وطوها المطرب سعد البياتي. قال لي رياض عصبي طبعا. قال لي انت جبان. قلت له شنو جبان؟ قال لي انت المفروض تفرض وترفض. ذاك الوقت
تخيلوا ب 73 نهايتها او 74 او بدايتها ارفض وافرض انا منه حقيقه. لا وهو شلون صاغها هاي الكلمه يعني؟ لا قلت له يعني انت زعلان عليها لحن غير، قال لي لا هاي لو ما اريد. قلت له زين براحتك. فسوى زعله، هاي الزعله الف رحمه على روح الطيبه، وهمزين طولت الزعله هالقد حتى اتحداه ويتحداني. طولت الزعله حوالي 5 سنين. اي 79. قل نعم وانت وكيلي ما لك علاقه. فلزمت رضا قلت الا اتحدى الرياض برضا. الله يطول عمر رضا والله الف رحمه على روح الطيبه لابو احمد. شوف ليش تحرق بروحك؟ رياضي ما ليش تحرق بروحك؟ فلحنت له احرق بروح حرق. اذكركم بالاغاني مستحيل القمر ينسى النجوم، سجلناها بالقاهره بين العصر والمغرب، صار رضا نجم زين. فاليوم من الايام انا فقط موشحات العراقيه طبيت كانوا يقولوا لي انت خابص روح برضا الخياط يا حظي والمطربين يركضون وراك. ذاك رضا يقول هاي يمتى ملحن جعفر كل هنا الحاني ملحن جعفر ينوط ويوزع مضبوط، هاي كلها الحاني ينشغل لي. فرحت على اخوي البروفيسور الله يرحمه يعرفه ابو جنوب عبد المعطي الله يرحمه. فرحت له قلت له ابو فريد هذا هيك يقول ارض ضربه؟ قال لي لا احنا ما نضرب ولد شيخ حسن ما نضرب. قلت له شو اسوي له؟ شعاتبه اللي يحكي حكي. قال لي هو شو يقول؟ قلت له يقول مو ملحن. قال لي وانت شو تقول؟ قلت له انا ملحن. قال لي ايه اثبت لحن الغيره. هو يقول مو ملحن روح لحن الغيره. جيت على رياض التحدي الاول قلت له رياض تظل زعلان لو الحن لك؟ قال لي اذا روح انت عرفتني. قلت له انت عرفتني مو انا والعباس مو انا ابو نكته. المهم قلت له هاي الاغنيه ماخذها شنت من كاظم السعدي الله يذكره بالخير. تريد الصدق لو لا لا انت قلت له بس على شرط اكو طور اسمه ما كنت اعرف اسمه المحمداوي بس اعرفهم اللي يغنوا بالعماره يعني واحد يقابل الله على دجله بالصينيه وواحد يقابل الله جويسم وقريري اللي قلت لكم عليهم ذيك السنه. فقلت له تروح تتعلم هذا الطور منهم. راح تعرف عليهم وعاش وياهم وسجل منهم هوايه شغلات. فاخذ بس الجميل البرياض من غنى داخل غنى احلى من داخل، من غنى المحمداوي غنى احلى من اللي غنوه بالعماره. وهكذا يعني كان اي شيء يغني يضيف له شيء من روحه المتجدده دائما زين. فغنى تريد الصديق لو لا لا نجحت الاغنيه سوت ضجه. اجاني ورا فتره قال لي اريد اغنيه ثانيه. لا ايش عباله؟ قلت راح تتخيلون شنو هم لحن صبا ولا بيات مو؟ لا لحنت له رش اللي بعيد عن الريفي مو؟ بالله سلم سلام. وللمعلومات اقول ملاحظه خلي يسمعها احمد. بالله سلم سلام كلمات الصباغه مو؟ اي طبعا هو هذا ابو خشيم ابو الجمال يعني من ضمن الجميلين كل اخواننا واخوتنا واساتذتنا. ف سويت الرياض لحنت له رشد حسب المقامات بالله سلم سلام. لحنت لنا هاون مره ومره وشعرها الذهب اذا تتذكروها. ولحنت له بيات عرفت روحي انا. ولحنت له حجاز مجرد كلام. ولحنت له سيقا تعتب علي. ولحنت له عجم انا اسف انا غلطان اذا تتذكرها زين. كل المقامات لحنتها للرياض حتى اللي يقول لك ها شنو الاشتراك؟ لا ابد كل وحده روح. اكو شغله صارت بال 89 من آن الاوان فازت بال 89 على اساس تنتهي اغاني الحرب ويبدون باغاني عاطفيه فسووا مسابقه. دا سووا بروفا ويا الموسيقيين بالاستديو رقم 4 يم الحديقه. فمنو ابو المسابقه نقابه الفنانين بقياده فاروق هلال الله يذكره بالخير. فدا سووا بروفا كذا كذا اباوع رياض فاروق ما هو. فطلعت الخليل ابراهيم خليل عقاب الله يذكره بالخير ابو رشا المخرج يعني مهندس صوت. قلت له وين فاروق؟ تلبس جعفر بكيت وصعد فوق يم التبريد مالت التبريد يبكي. فصعدت فاروق الله يذكره بالخير قلت له استفقت الاستاذ جعفر كنت تحب؟ قلنا هذا لين يحب يلحن حلو خي طلقيت كنت تلحن حلو ما تقول لي شو كنت تخلص
الله يذكره بالخير. المهم اللي صار لا دقي الشغله المهمه اللي صارت بال 89 على اساس رياض يقدم آن الاوان ويا الاوركسترا، يعني فرقه قويه عراقيه، فندق الرشيد، واللي يقدم على اساس فريد شوقي ونور الشريف. بس رياض اجى تعبان، لغت فقرته ذيك الفتره، وكان من ضمن المدعوين. لا تعبان من ذيك الفتره. اجى منو؟ هو هذا المهرجان، اجى عبد المجيد عبد الله، كان استوى مغني يعني شم اغنيه جديد. كانوا التلفزيون العراقي يوميا يطلع احبك ليش ما ادري، اذا تتذكرون 89 يوميا سلام جمهوري احبك ليش ما ادري. فالمرافق مال عبد المجيد عبد الله منه نزار جواد، هالنزار الله يرحمه. فقال له يبا هاي لحن من؟ نزار بيدري متى صوت شعاب الله يرحمه. قال له هاي لحن جعفر الخفاف، على اساس كل رياض مالتي، هي مو مالتي، مالت ياسين الراوي الله يرحمه، الف رحمه على الروح الطيبه. قال له هاي لحن جعفر الخفاف. فعبد المجيد عبد الله لسه الكاسيت عندي، كتب اهداء كاسيت حتى اعود اسمع صوته ولا حله اغنيه مثل احبك ليش ما ادري. ورا اسبوعين صار موضوع الكويت، كنسل الموضوع، طلعت اغنيه احبك لي هنا مدري. قال شعر لواحد، يعني الفكره لواحد سعودي، وانكتبت الاغنيه هي مسروقه من اغنيه العظيم والعظمه لله رياض احمد. ولو كلام عزيزه وتاخذين، عزيزه وتاخذين. اوه هاي توين لقيتها. انت عندك معلومات عنها استاذ؟ تذكر عنها شيء؟ وهي البدايه استاذ لو كان يعني قبلها؟ لا هذه يمكن بال 79 قبل الحرب، نهايه 79. مو كلماتك ما تدرين عني ايش صاير الحال، ادير العين واتمنى ترجعين. اي طلعها، قلت له هاي لحني. قال لي اكيد. قلت له شلونك؟ غير موالتي. قالت موالتي. كان طالب ولا يزن؟ طالب القرغلي. الحفله العفو الحفله مو بالعراق، بالكويت وبالبحرين، بس طالب القرغلي كان يعزف وراء، الله يرحمهم الله يرحمهم. و لا من اجاي على هاي المسابقه مال آن الاوان، كنت انا مع اصدقاء ببغداد الجديده، اصدقائي بالابدار. فاجاني قال لي ابو اديب هيك كذا. قلت له شوف هذا الكاسيت ب4 اغاني، يتذكرهن احمد 4 اغاني، تختار واحده منهن.